ما قبل ماتش الزمالك وبيراميدز. بصوا يا جماعه، احنا بنشجع الزمالك فقط، ولا بنشجع اداره، ولا بنشجع لعيبه. اللي يهمنا الزمالك بس. احنا بنستنى اليوم الزمالك يلعب في الماتش، ولا يفرق معانا مين هنا ومين هنا ومين راح ومين جه. المهم عندنا نادي الزمالك. اللعيب اللي يموت نفسه عشان نادي الزمالك هو اللي يحطه فوق راسي. الاداره اللي تلبي طلبات الجمهور واحتياجات الجمهور ويبقى طموحها عالي اللي نحطها فوق راسي. غير كده لا طبعا. ورساله لعيبه نادي الزمالك، انزل موت نفسك في الملعب. انت بتلعب بتيشيرت نادي الزمالك، انت لو بصيت بس للتيشيرت تاريخ في التيشيرت اللي انت لابسه ده. لازم اللعيبه دلوقتي، انا سمعت ان اللعيبه خدت مستحقاتها، خلاص انزل موت نفسك، هيم نفسك في الملعب. كل النجيله في فروق فرديه بس برضه فريق بيراميدز عنده نقاط ضعف كتير وهتكلم عليها، ولكن لازم تنزل تموت نفسك. ده ماتش اول الدوري، لازم تبقى عارف مقامك وطموحك، والمباراه دي هتبين طموح اللعيبه ايه. طموحك اول الدوري ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لازم انت كلاعب تثبت لي نفسك، وعشان جمهورك. والله العظيم جمهور الزمالك يستحق يفرح، انا استحق افرح، وانت تستحق تفرح، وكل جمهور الزمالك اللي بيميل يستحق يفرح. فالموضوع في ايد اللعيبه وايد الجهاز الفني ان انتوا تشدوا من حيلكم. مالناش دعوه بمشاكل هنا وهنا والفلوس والاداره، انتوا خدتوا جزء من مستحقاتكم. انزل موت نفسك، انزل اعمل كل حاجه في الكوره تخيل لك انت تكسب. ماتش المصري في الدوري مع جوميز خسرناه. لما جيت لعبت في الكونفدراليه وكان عليك مسؤوليه وما كانش فيه مدير فني، نزلت براجل، ضغطت كويس، كسبت الالتحامات الثنائيه اذا كان ارضيه او هوائيه، كسبت كل الحاجات اللي في الملعب المشتركه، كسبت المباراه، لعبت برجوله وبحماس الجمهور، كسبت المباراه. بينما انت مع مدير فني باستقرار خسرت اصلا. تخيل، من غير مدير فني من غير استقرار كسبت، انت لعبت برجوله. اللعيب لما بيلعب برجوله وبياخد تعليمات فنيه صح بيكسب، لكن تعليمات فنيه صح من غير رجوله مش هتكسب، والعكس رجوله من غير تعليمات فنيه تخسر. المهم الاثنين، ان انت تبقى تعليماتك الفنيه صح وتقرا فريق بيراميدز، واللعيبه تنزل تموت نفسها عشان جمهورها. كالعاده طبعا توقع نتيجه ماتش الزمالك وبيراميدز، واللي هيكتب التوقع صح والاسم ان شاء الله في فيديو ما خدتش بالك منها بعد الماتش بيهم. نيجي بقى لاهم حاجه، نقاط ضعف وقوه بيراميدز، ونتكلم برده على ايه التشكيله الافضل لنادي الزمالك. نبتدي الاول كالعاده بنقاط ضعف بيراميدز. ده جو هو بيراميدز منتخب العالم ده عنده نقاط ضعف، عنده نقاط ضعف كتير كمان. انا بقول لك وهجيب لك كل حاجه بالصور من ماتشات مختلفه ومستويات مختلفه قدام بيراميدز، والاخطاء اللي كانت اتكررت. انا مش هجيب لك مثلا مباراه ممكن المباراه دي يبقى اوف داي، لا هجيب لك 3-4 ماتشات يدوا لك دليل النقاط الضعف اللي انا هقولها لك دلوقتي في بيراميدز. نبدا باول نقطه ضعف، المساحه في ظهر دفاع بيراميدز. وقبل ما اتكلم لازم اقول لك حاجه، بيراميدز بيلعب يا جماعه دفاع عالي جدا جدا. في المدرب بتاعه ريشيتش بيلعب دفاع عالي. طب هل الدفاع العالي ده مصحوب بضغط عالي قوي؟ الاجابه لا، وبالتالي دايما في مساحه في ظهر دفاع بيراميدز. طب كام فريق بقى استغل الموضوع ده؟ تعالوا نشوف بالصور. الكره مع ميدو جابر جناح فريق المصري، اول ما خدوا الكره بص طبعا محمد حمدي الباك الشمال طلع له. خلي بالك من حته الباك الشمال دي في بيراميدز، انا قلتها قبل كده وهقولها تاني النهارده، لازم اقولها لان دي نقطه ضعف كبيره، بس خلينا الاول في ده اهم. لما ميدو جابر خد الكره ظهر محمود حماده نص ملعب بيديله باص، بص ايه اللي حصل، لاعب المصري بيتحرك في ظهر دفاع بيراميدز، ده اتلعب له الصاروخ، خد الكره لعب عرضيه اتشاطت بالدماغ جت في العارضه وطلعت. خلي بالك خدت في الصوره دي 3 حاجات، الباك الشمال والعرضيات والمساحه في ظهر الدفاع، عشان دول هجيب لك لكل واحد منهم بالصور مش هسيبك كده. تعال نشوف لقطه ثانيه لموضوع المساحه في ظهر دفاع بيراميدز. الكره مع محمود حماده نص ملعب المصري، اول ما خد الكره صلاح محسن بيتحرك في ظهر دفاع بيراميدز، اتلعب له صاروخ في ظهر الدفاع، استلم صلاح محسن راح شاط انفراد جت جنب العارضه، هو ضيع مالناش دعوه احنا بقى نسجل. خد بالك في نفس المباراه هتلاقي دايما مساحات كبيره في خط الظهر بتاع بيراميدز ان هم بيلعبوا دفاع عالي. فسالت استغلتوا جو يا عم يمكن يكون في ماتش المصري ده كانوا نايمين ولا بتاع، لا تعال نشوف يا عم ماتش تاني واوريك برده نفس الصخر. كره مع رشاد المتولي اللي هو لاعب كويس على فكره، هو واقف في نص ملعب فريق بتروجيت. بصوا يا جماعه هتلاقي دفاع بيراميدز عالي، ايه اللي حصل؟ اول ما خد الكره لف بجسمه ولعب صاروخ ظهر دفاع بيراميدز للمهاجم جابريل خد الكره رقص الشناوي شاط هدف اول لبتروجيت. خدت بالك تبقى خطر جدا على بيراميدز وتسجل منها هدف. تعال نشوف صوره مثلا ثالثه، دلوقتي مع ميدو جابر برضه الجناح اليمين في مصر اللي هو بيلعب ناحيه محمد حمدي الباك الشمال لبيراميدز. اول ما خدوا الكره بص هتلاقي دايما مشكله ناحيه توريه وناحيه محمد حمدي، دايما الناحيه دي فيها مشكله، الاثنين بيحلقوا ما بيضغطوش كويس نهائي. تلعب الصوره طبعا في ظهر الدفاع وصلت كانت كوره خطر جدا. خدت بالك كل كوره بتلعب في ظهر دفاع بيراميدز، خاصه الناحيه الشمال بتاعت بيراميدز ناحيه محمد حمدي وبيميل عليه شويه بلاتي توريه. دي ثغره ما تقوليش ايه سببها، دي ثغره استغلها لعيبه كتير جدا وانديه كتير جدا. هنيجي بقى للتاني ثغره. بقى اول ثغره ايه؟ المساحه اللي في ظهر دفاع بيراميدز، سهل نستغلها، سهل جدا نستغلها.
عندنا قدام لعيبه تقدر تستغلها، بس نشغل مخنا. المهم بقى نخش على ايه؟ الثغره الثانيه. بس قبل ما اتكلم على الثغره الثانيه زي ما قلت حاجه مهمه، هو محمد حمدي باك شمال بيراميدز ثغره كبيره يا جماعه، بيسيب مكانه كتير، ما بيضغطش كويس، هجوميا كويس، عرضياته كويسه، ولكن دفاعيا عنده مشاكل كبيره قوي يا جماعه. واحنا استغلنا المشكله دي قبل كده. ناصر ماهر لو فاكرين لما ناصر كوستا، لما بلال علام قال عليه ناصر كوستا عدى منه بس، وياما والاهلي نفسه استغله. هجيلك دلوقتي لحته محمد حمدي، هو بيسيب مكانه كتير، ودي مشكله كبيره عند محمد حمدي، وبيحلق ما بيضغطش كويس، يعني هو دايما على واحد لواحد سهل تعدي منه. فدي برده مهم، حاجه مهمه لازم اقولها، وثغره مهمه لازم نستغلها. تاني ثغره معانا ثغره العرضيات. هتقول ايه ده جو؟ العرضيات ثغره في بيراميدز ازاي جو؟ علي جبر موجود واحمد سامي، دول طوال. ثغره العرضيات يمكن من اكبر الثغرات اللي موجوده في بيراميدز، وهجيب لك بالصور في ماتشات مختلفه مش في مباراه، ماتشات. الكره مع حسين الشحات طبعا اللي استلم في ظهر محمد حمدي، انا بالك الاكسبيرينس دي مهمه قوي قوي قوي. حسين الشحات خد الكره، لعب كره بالعرض، هدف اول للنادي الاهلي. تقول يا جو يمكن ده عشان كانت تردى من الركنيه في صدفه، يعني خد لك كره ثانيه، كره مع حسين الشحات برده، رفع عرضيه برده من ناحيه محمد حمدي لناحيه الشمال عند بيراميدز، اترفعت العرضيه، ردت طبعا في ايد احمد الشناوي، جت هدف الثاني للنادي الاهلي اللي هو المهاجم الجديد راد شار، ده المهاجم اللي هو الجديد بتاع الاهلي. خدت بالك؟ فالعرضيات شفت حد من دفاع البيراميدز حتى حاول على الكوره خالص يا جماعه؟ مفيش، واقفين بيتفرجوا. تقول يا جو كان توتر الجمهور بتاع الاهلي وتر لعيبه بيراميدز، دي حقيقه، بس مش ده برضه السبب. تعال نشوف ماتشات ثانيه برضه حصل فيها نفس الكلام. الكره مع لاعب النادي المصري، خد لاعب النادي المصري الكره، رفع عرضيه لمين؟ لمحمد الشامي اللي واقف في حضن الاثنين المدافعين بتوع بيراميدز، لعب الكره بدماغه، هدف الفوز للمصري من عرضيه. يعني الاهلي اتعادل من كورتين عرضيتين، والمصري كسب بيراميدز من كره عرضيه. اثنين بينافسونا وموجودين في المنافسه، كسبوا بيراميدز وعملوا نتيجه ايجابيه قدام بيراميدز من العرضيات فقط، من غير اي حاجه ثانيه. تقول يا جيم كتير تكون صدفه، هشوف فريق اقل من الاثنين. تعالى نيجي ماتش بتروجيت وبيراميدز، كره مع لاعب بتروجيت، خد لاعب بتروجيت الكره، لعب كره بالعرض، جت لجابريا اللي لسه جايب جون في بيراميدز، لعب كره بدماغه برده جت جنب العارضه. شفت حد دخل عليه؟ لا. شفت حد ماسكه؟ لا. شفت حد اعترضه؟ لا. وفي من الكور دي 100 كوره، وفي اهداف غير دي كتير دخلت في بيراميدز بالشكل ده. بس انا جبت لك بس 3 فرق مختلفين، اهلي، مصري، بتروجيت، 3 مراكز مختلفه في الدوري، و3 طرق مختلفه في اللعب. ده انا بقول لك عليه، مدرب اجنبي اللي هو كولر، ومدربين 2 مصريين، وفرق مختلفه عن بعض. الثلاثه استغلوا الثغرتين، ثغره الدفاع المتقدم لبيراميدز، وثغره العرضيات، وثغره كمان محمد حمدي. 3 لعبوا عليها، وجبت لك اهداف اهو. مصري عرضيه، بتروجيت استلام في ظهر دفاع بيراميدز، وكمان عرضيات. الاهلي عرضيات فقط. اهو دي الثغرات اللي واضحه فريق بيراميدز الدفاعيه يا جماعه. والمش هم فريق هجوميا قوي، وهجي لك دلوقتي نقاط القوه عندهم، ولكن دفاعيا عندهم مشاكل كبيره جدا وثغرات كبيره وضحت في ماتشات كتيره مع فرق متفاوته. مع الاهلي ظهرت، مع المصري ظهرت، مع بتروجيت ظهرت، مع فرق اقل كمان. تقول لي بس كده جو ثغرات بيراميدز انتهت؟ لا يا جماعه ما انتهتش. انا قلت لك دلوقتي ان في 3 ثغرات في بيراميدز. اولا محمد حمدي الباك الشمال، 2 المساحه في ظهر دفاع بيراميدز، 3 العرضيات. خلصوا؟ لا، في ثغره رابعه، بلاتي توريه. بلاتي توريه بيحلق مش بيضغط، هو لاعب جامد جدا في الخروج بالكوره، بصير هايل، معاك فيديو، عنده فيجن هايل، ولكنه بيحلق ما بيضغطش. ان في لعيبه في الزمالك بتضغط افضل منه. وفي حاجتين لازم نقول على بلاتي توريه، لو بلاتي توريه لعب رقم 6 في فريق بيراميدز لازم نمسكه قبل ما الكره تروح له، يعني اثناء البيلد اب بتاع فريق بيراميدز لازم نضغط عليه وما نخليش الكره تروح له اصلا. مش نضغط عليه، لا، نمسكه ما نخليش الكره اصلا تجي له، لان هو لاعب بصير، ولو راحت له نضغط عليه بقوه، لان هو لاعب هايل في الخروج بالكوره. خلاص اهو، ده اول نصيحه. النصيحه العب عليه. لو احنا بقى بنهاجم بيحلق وبيضغط دايما من قدام، بيسيب مكانه كتير وبيضغط من قدام، ودي مشكله. لما بيضغط من قدام بيسيب مكانه فاضي، مين هيعوض المكان ده؟ فوت حد تاني في نص ملعب. فالمساحات عامله شبه الدومينو، ده بيكرر على ده بيكرر على ده، بتظهر مساحه في حته معينه. فبلاتي توريه بيسيب مكانه كتير، يا جماعه بيسيب مكانه كتير، بيحلق بيحلق مش بيضغط. وبالتالي ممكن لاعب يستلم مثلا لو الكره مثلا مع حد من نص ملعب الزمالك، فتستفزه ويضغط عليك وتخلي لاعب تاني يتحرك في المساحه اللي هو سابها، توصل بسهوله. وغالبا المساحه اللي هو سايبها بتبقى ناحيه محمد حمدي، اللي اصلا ثغره. ده بقى الرؤيه والتحليل اللي انا بكلمك فيه، بيسهل عليك حاجات كتير في الماتش. لما انت تبقى عارف ان في ثغره معينه في حته كده كده هيعملها. تقول جيفرد ما عملهاش، هيعملها، يعني هو بيعملها بقاله 100 ماتش بيعملها، يجي النهارده ما بيعملهاش، هيعملها. مفيش حاجه اسمها كده. احنا بقى هنستغل ولا لا؟ دي الرؤيه. انت كجروس وجهاز فني ومحلل اداء في النادي قارين ده ولا لا؟ لو مش قاري ده كوسان طيب، ما انت كده هتصعب المباراه على نفسك. لما تقرا وتشوف نقاط ضعف الفريق، فريق عنده نقاط ضعف كبيره في الدفاع، لازم نبقى عارفين ده يا جماعه. فريق هجوميا عنده منتخب العالم، ونقاط قوه بيراميدز كلها في خط الهجوم. ليه؟ اقول لك على حاجه، لو انا مدرب الزمالك اخاف جدا من خط هجوم بيراميدز لسبب ما اعرفش مين اللي هيلعب. انت بتتكلم بجد؟ والله مين هيلعب يمين؟ فتحي ولا عبد الرحمن مجدي؟ مين هيلعب شمال؟ ايجولا ولا رمضان ولا ابراهيم عادل؟ مين هيلعب في القلب؟ قطه ولا الكارتي ولا رمضان ممكن يلعب في القلب ويريح قطه؟ انا ما اعرفش. ولا بلاتي توريه ممكن يلعب بمهند لاشين 6 وليد الكارتي وبلاتي توريه؟ ممكن، انا ما اعرفش. انت عارف؟ لا انا ما اعرف، ولا انت هتعرف ولا انا هعرف. دي المشكله،
ده الفرايتي. اللاعب الوحيد اللي هيلعب اساسا انا بقول لك هو المهاجم مايلي، غير كده كل لعبه ممكن تتغير عادي. يعني ممكن حمدي يلعب بكريم حافظ، الشيبي ممكن يلعب بحد عادي، ممكن يلعب باي حد غير لاعب الا مايلي اللي هو افضل واحد قدام، افضل واحد يعني كمهاجم صريح، افضل من مروان حمدي. غير كده لا يا حبيبي، ممكن ابراهيم عادل يقول لك انا رايح العب بيجوله فلته، ممكن الاقي الاثنين وهبدا يبدا برمضان عشان يرجع يدافع مع حمدي. قال لك من دي ممكن يبدا برمضان عشان يرجع يدافع مع حمدي لان هو بيدافع كويس قوي رمضان صبحي جدا. ده من الحلول التكتيكيه لبيراميدز، انا ما اعرفش دي النصيبه. لكن خط الدفاع بتاع بيراميدز انا عارف اخطائه ايه، ايا كان مين اللي هيلعب الاخطاء موجوده، لان ده في طريقه لعب المدرب نفسها. لكن الهجوم نقاط قوه بيراميدز كلها في الهجوم. وكمان وليد الكارتي لما بيبقى فايق بيكمل في ال 18 بيبقى خطر جدا. فاتمنى بس والنبي يعني ده بقى نصيحه بقى بقولها برده في التشكيل، لازم نرجع ندافع يا جماعه كويس جدا، لازم الوينجين يرجعوا يدافعوا. يبقى نقاط قوه بيراميدز كلها تتمثل في هجوم. ولكن بقى اسمع دي عشان دي مهمه قوي بقى، واسمع عشان دي بقى اللقطه ما بتاخدش بالك منها بجد. لو سبت بيراميدز يطلع بالكوره انفراد يا باشا في ظهر دفاع نادي الزمالك، بقول لك من دلوقتي اهو جيش نتفاجئ. طب نعمل ايه؟ نمسك نص ملعب اللي بيطلع بالكوره اللي هو بلاتي توري ومهند لاشين. لو مهند لاشين بدا يا رب بلاتي توري يبدا لوحده. مهند لاشين قوي جدا دفاعيا بكتير، مستغرب من مدرب بيراميدز ما بداش بيه بصراحه قدام الاهلي، خطا مرعب وما اعرفش هيبدا قدامنا ازاي بصراحه. لكن لو مهند لاشين لازم تمسكهم لازم ما ينفعش تديهم حريه الحركه ولازم تضغط عليهم لازم، وما تسيبش كمان وليد الكارتي يستلم بين الخطوط. لازم نبقى واعيين وفاهمين الفريق ده بيطلع ازاي بالكوره. لكن عشان تشيله امسك بلاتي توري، امسك مهند لاشين تشيله. ده لو مهند لاشين بدا هتشيله مش عارف يطلع بالكوره خلاص، مش عارف هيوديها كور طويله احنا ناخدها بقى. عندنا حسام عبد المجيد يريحها بدماغه لعواد او هو ياخدها يطلع بيها عادي، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. لكن ما نسيبش بيراميدز يطلع بالكوره من غير ضغط، لازم نضغط عليهم كويس. الاهلي قدام بيراميدز الهدف اللي سجله بيراميدز الاولاني تدرب بالكره هايل، بس الاهلي قبل الكره دي على طول ضغط على بيراميدز كويس جدا وقطع منهم الكره. لو ان كريم نيدفيد واقف، يعني كريم نيدفيد ده ضايع، ما اعرفش برده الكولر بدا بيه ازاي، ده من حظنا الحلو. راح برده في كوره كانت خطر جدا في ناحيه محمد حمدي كان ما عملش بيها حاجه. لكن لما الاهلي ضغط صح على بيراميدز قطع منه الكوره. في برده حته لازم نفهمها، لما بتضغط صح على نص ملعب بيراميدز ومحمد حمدي من اللعيبه ما بتعرفش تطلع بالكوره، لو ضغطت عليها تقطع منه الكوره بسهوله. انا بقول لك من دلوقتي اهو. ولكن برده مش عايز اخد الريسك ان ممكن الكوره تطلع في ظهرك لمايلي مثلا يوصل انفراد، فبرده بس لازم نص الملعب بتاع بيراميدز ما يقدرش تخنقه. اضغط عليه صح، ده غلط وممكن تجيب جول من خطا من الضغط العالي. يجي بقى التشكيل الافضل لنادي الزمالك قدام فريق بيراميدز. بصوا يا جماعه، اولا انا شفت ناصر ماهر في التدريبات ماشي، فما اعرفش هل ناصر ماهر هيلعب ولا لا. لو ناصر ماهر هيلعب يبقى موجود طبعا، مش شرط يبدا بس يبقى في الحسابات. طيب لو ناصر ماهر بقى مش هيلعب يبقى بنيجي لتشكيله نادي الزمالك. اكيد عواد، حسام، الونش، باك يمين عمر جابر، باك شمال بن طايج. هقول لك ليه، انت لو كمل معاها تشكيله للاخر. نص الملعب مكون من مفاجاه دونجا، فتوح، وعبد الله السعيد. قدام ناحيه اليمين زيزو، ناحيه الشمال شلبي. المهاجم يا الجزيري يا ناصر منسي حسب المدرب كروس هيشتغل على ايه. هقول لك دي كمان شويه، اي واحد منهم هيأدي بس حسب انا هشتغل على ايه. اسمع بقى دي مني، لو انا هشتغل على الدفاع المتقدم بتاع بيراميدز عبد الله وفتوح. ليه بقى؟ اسمع مني الله يبارك لك عشان دي مهمه. فتوح هو في القلب، اولا فتوح ذكي يعني بيعرف كوير، يعرف يلعب في نص الملعب عادي جدا. انا بقول لك اهو عادي. بس فتوح عنده ميزه مش موجوده في شحاته، مش موجوده في ان هو اللونج بول بتاعه اللي بتلعب في ظهر الدفاع ده مرعب. لما بيعملوا من نص الملعب بيبقى اجمد من على الطرف يا جماعه. ليه؟ على الطرف ما بيبقاش شايف الملعب، في العمق في القلب بيبقى شايف الملعب كله يمين وشمال وقلب. فممكن يلعب ثرو مثلا لزيزو، لشلبي، للجزيري، لناصر منسي، اي حد قدام. وكمان السبب الثاني انه هيكفر بن طايج، لان جبهه الشيبي مصطفى فتحي جبهه قويه جدا وبيميل عليهم الكارتي، فيبقى عندك ناحيه اليمين عندهم الشيبي فتحي الكارتي، فيبقى كل الجبهه دي خطر. فبقى لو عايز فتوح يميل على بن طايج نقفل الجبهه دي خالص، وفي نفس الوقت لما الكوره تيجي لفتوح ابقى قادر اطلع بالكوره. اسمع دي بقى، فاكر الماتش الفيديو فاتت قلت لك ايه؟ عبد الله عشان يظهر افضل هات لعيب تحته كوير يسحب العيون من عليه. طيب هتقول لي يا جود هل جروس هيلعب كده؟ جروس مش هيلعب بشحاته، وانا ما عنديش مشكله يلعب بشحاته، ولكن ارجوك يا شحاته اول ما الكوره تجي لك ما تفكرش، العب ثرو في ظهر الدفاع. ثرو في ظهر الدفاع، هم هيلعبوا دفاع متقدم. انا بقول لك اهو دلوقتي ثرو في ظهر دفاع بيراميدز، خلصت. ركز على ده وحاول دايما تدافع كويس. شحاته افضل كمان من كده، شحاته راجل وبيعشق الزمالك وكل ده، لكن حته الباص اللي في ظهر الدفاع دي فتوح بيعملوا افضل بكتير. عشان حق الله يا جماعه انا بحب الاثنين، بس لازم حق الله يتقال. وفي نفس الوقت بن طايج يعمل جبهه مع شلبي، ان بن طايج برضو افهم دي بقى. لو انا ممكن اعمل جبهه ازاي بقى؟ يبقى شلبي وبن طايج عندي وفتوح يكفر بن طايج كانه باك شمال، يبقى كده عملت الاثنين. وبن طايج سريع يعرف يرجع بسرعه
وده المهم اللي انا عايز اتكلم فيه، ان بنتايج هيقدر ان هو يهاجم كويس وفتوح هيكفره، ما بيبقاش خايف وهو بيهاجم وعمل جبهه. ممكن استغل حته العرضيات، عرضيات بنتايج افضل من فتوح، بنستغل العرضيات برضه. وكمان بنتايج ممكن نستخدمه في ايه؟ ان هو يقدر يجري في ظهر دفاع بيراميدز افضل من فتوح. يبقى انا عملت الحاجتين، مسكت كوره في نص الملعب ودافعت كويس تاني ودافعت كويس، وريحت عبد الله شويه في الخروج بالكوره، ان هو بيضغط عالي وبيلعب دفاع عالي. خدت بالك من دي؟ طيب الجزيري ولا ناصر منسي؟ العب بمين فيهم؟ لو انا هلعب على الدفاع العالي بتاعهم الجزيري وش. الجزيري استاذ في ده، هو اصلا راس ماله ده دفاع عالي، هستغله انا ولا هتحرك في ظهره واروح انفراد. ده استاذ فيها، هو دي مهمته في الحياه الجزيري. طب لو انا هلعب عرضيات يبقى العب ناصر منسي، لان حسب طريقه لعب جروس، لان بيراميدز عنده نقطه ضعف في الدفاع العالي والعرضيات. يبقى ناصر منسي ممكن يسجل عن طريق عرضيه، ممكن يسجل ناصر منسي. طب الجزيري ممكن يتحرك في ظهر الدفاع، الجزيري ممكن يتحرك في ظهر الدفاع ويجيب جول. يبقى بيراميدز يا جماعه مليان نقاط ضعف، بس اللي يستغلها يا جماعه. ونقطه ضعف كبيره برضه في بيراميدز الجمهور، ما عندوش جمهور وانا عندي جمهور، فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بتحط ضغط على بيراميدز بالتوفيق للزمالك. ويا جماعه احنا ما بنحبش نادي الزمالك فقط لا غير. لو في عجبك لايك، شير، سبسكرايب. صباح الخير.